اسمه الكامل عبد القادر عقيل. ولد في 7 جوان 1974 بمدينة خميس مليانة الواقعة بولاية عين الدثلة بالجزائر. عاش أغلب حياته فقيرا، اكتشف في وقت مبكر من قبل عبد القادر كاسيدي الذي أطلق فنان الراي في الثمانينيات والتسعينيات، والذي أعطاه فرصة طبع ألبوم كامل. أطلق ألبومه الأول في سن 13، حيث أعاد الأغاني الخاصة بقدوته الشاب خالد والشاب مامي والشاب حسني. شق طريقه نحو العالمية وحصل على سمعته بفضل دقة وحرارة صوته الهادئ الرخيم، تحكمه الممتاز في التلحين. عقيل فنان منضبط وصارم في عمله الموسيقي، حيث يحاول عبر أغانيه التطرق إلى القضايا الشبابية بكلمات صادقة ومعبرة. نذكر منها مكتوبنا، تحيا بلادي، لا تنساك، ما كونفيونس، أي ثقتي. وبمناسبة ترشح المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بجنوب إفريقيا 2010، قدم الشاب عقيل أغنية للمنتخب باسم جلادياتور رفقة المغني الراب سينيك. أصدر الشاب عقيل ألبومه الغنائي الشخصي الأول سنة 2009 بعنوان سالم، وفي السنة الموالية أصدر الثاني بعنوان ديولها العقل 2010. استقر الشاب عقيل في فرنسا وواصل مسيرته الفنية، حيث أحيا العديد من الحفلات للجالية العربية هناك. توفي الفنان الشاب عقيل نتيجة لحادث مأساوي عن عمر يناهز 39 سنة، متأثرا بجروح خطيرة بالمستشفى خلال ليلة الاثنين 13 جوان 2013 في طنجة بالمغرب، حيث كان سيحيي ذلك المساء حفلا موسيقيا في قاعة بقصر النجوم. وقد شيعت جنازة الفقيد يوم 16 جوان 2013 بمسقط رأسه، وسط حشد كبير من محبيه وأهله وأصدقائه، فدفن في مقبرة سيدي عبد القادر بخميس مليانة بالجزائر.